90% من الحكايات على اختلاف التفاصيل، هذايا هو مربط الفرس. كان محلاه وتبدل عليه، وتقعد تجري بين جوجل وتشات جي بي تي وهذاك يقول لك وكيف تروضون، ما تنجحش عندك تعمل. او باش نعطيك اللي صار عليك بطريقه سهله اللي تخليك تفهم اللي صار. انتي في الدار عندك فار، تحب تصطاد، به شنو تعمل؟ تجيب مصيدة ولا اللصقة متاع الفيرين ولا منديف وتحط له فيه الجبن، يجي يا عمك الفار دينج 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 يطربق عليه المنديف. هل انت الفار هذاك كي حطيت له جبن حطيته له محبة؟ لا. حطيته له صدقة؟ لا. حطيته له شفق؟ لا. حطيته له خاطر تحب تعشعشو؟ لا. انت حطيته له باش يطربق عليه المنديف، هو عطاك الاهتمام والمحبه باش يطربق عليك المنديف ويبدا يسيف العقد نتاعو. دونك انت لهنا شنو تعمل؟ لا تقعد تعل في قلبك لا حتى شيء، تقعدوا قدام تقولوا يا ولدي انا راني لا نحب تلعي لا نحب زايد ناقص، كاين انا الغايه نتاعي علاقه سليمه، لا تقعد تعلي في قلبي لا نقعد نعلك في قلبك. قلت اي نعطيك دوزيام شانس ونشوف كيف ستتصرف، وريني يلا اغتنم الفرصه. قلت ليه قبولتي حراسه ما يماك، وشاكتك تحت ضبوطك ملهيه تحدك ليبيا، ملهيه تحدك الجزائر، ما عندك ما تعمل، لا تغير لا تبدل لا تصير ميكانيسيان. انتي ايش عندك باش تصلح؟ الراجل مكهب على 30 ولا على 40 حياته كامله عايش بالتسوقيت، هو ماهوش راجل تشريه له رجوليه همني نجيبوها له، منين باش نجيبوها له؟ هو طبيعه كيف راهو بالنسبه للنساء، معناتها الحكايه هذه تجي على النساء وعلى الرجال، غير انا اغلب الحكايات خاطر يجوني بنات، فهمت؟